هو مين اللي اخترع الشورت فيديوز؟ في عام 2017 مؤسس شركة بايت دانس تشانج ييمنز اخترع ابلكيشن مبني على فكرة الشورت فيديوز وهو التيك توك، واستخدم الذكاء الاصطناعي في انه يتعرف على كل تكة انت بتدوسها علشان يعرف الفيديوهات اللي انت بتحبها. وطبعا كلنا عارفين ان التيك توك كان وما زال بيئة خصبة جدا لأي حد عايز ينزل فيديوهات وتنتشر بسرعة جدا، والفكرة دي قلبت السوشيال ميديا لدرجة انها تحولت لإدمان، وكان في بعض الناس بتعاني من ان هي بتقعد ساعات طويلة جدا تعمل سكرول في الفيديوز دي. وبسبب نجاح وانتشار التيك توك دول كتير جدا منعته عندها، بسبب ان التيك توك بيطلب اكسس على الكاميرا والمايك وحتى الداتا الشخصية بتاعتك، والدول دي كان عندها اعتقاد ان التيك توك هيبدأ انه يصدر المعلومات دي للحكومة الصينية، وده اللي اتقلب لحرب سياسية، وده اللي خلى الفيسبوك وانستجرام يعملوا فكرة الريلز، واليوتيوب يعمل اليوتيوب شورت، وحتى سناب شات عمل السبوت لايت.